سمكة التونة أو سمكة البلاميطة من الأسماك اللي طعمها حلو قوي قوي، وبنخاف نعملها في البيت علشان زفرة لحمها غامق، ما بنعرفش نظبطها. النهاردة هنعمل مع بعض صينية سمك تونة أو سمكة البلاميطة بطريقة سهلة جدا جوه البيت. نسمي الله ونصلي على الحبيب. لايك وكومنت واشتراك لو أمرت تشوفيني، وشارك الفيديو مع أصحابك اللي بتحبيهم عشان الفايدة تعم مع الجميع. نسمي الله ونصلي على الحبيب. وتعالوا بقى هاتي السمكة كده وهنفرش فرشة حلوة كده، أو عندك صينية كبيرة. وابدأي كده هاتيلي سكينة مشرشرة، سكينة اللي هي السكينة المنشار. وهنبدأ نيجي من أول الراس كده. لو عندك الراجل بتاع السمك ينضفها لك يبقى كتر خيره. أهم حاجة ما تهدريش في لحم السمكة خالص. تعالي لي على على بصي بداية اللحمة من آخر الراس، وابداي قطعي فيها، ما شلتش لحم فيها خالص. وبعد كده هتجيلي من عند الديل الحته الناشفه برضو، انت يا دوبك هتمشي عليها بالسكينه كده، سكينه منشار يا جماعه، اللي هي مشرشره، اللي هي عامله زي المنشار. وهتبداي تعمليه وتقطمي، هتتقطم معاكي الحاجه. هتعالي لي بقى على الزعانف، وهتبداي تشيليها لي حته حته، هي جامده شويه محتاجه قوه وعضلات، بس انت قدها وقدود ان شاء الله وهتقدري تعمليها. هاتي كده بقى المقص وابداي قصي لي اي حاجه بارزه طالعه عن السمكيه. السمكيه دي ما فيهاش قشور، ما فيهاش اي حاجه غير الزعانف بس، وشويه الامعاء والراس والديل. يعني هي سمكه نظيفه، بس لحمها احمر شويه في زفاره. هنطلعها النهارده بمحلول نقع جبار. عايزه اقول لكم ان انا بدات اعمل في السمكه دي من بالليل، يعني يفضل تعمليها قبلها بيوم وتبقى من بالليل، وبيتيها في التلاجة عشان نشيل منها اي زفاره. شلنا كل الزعانف، وتعالي على اول السمكيه كده بتبقى ناشفه شويه، اعمليها بالسكينه وبعد كده كملي بالمقص، وابداي طلعي لي كل الامعاء اللي فيها. وطبعا ده كله هيترمي. وبعد كده هتجيلي ببوز السكينه وهتبداي لي في بطن السمكيه من وانت داخله على العظمه بتاعت السمكيه، اللي هي شايفين العظمه دي. هو الطريقه مش محتاجه ان انا اشرحها، انتوا شايفينها طبعا. هقرب لكم الكاميرا شويه. انت هتخشي لي على العظمه دي ببوز مقص، بظهر معلقه رفيعه، ببوز السكينه. وهتبداي تشيلي كل التكتلات الدمويه والتجلطات والتجمعات الدمويه اللي على العظمه دي، لان دي كلها زفاره. دي هتيجي تعملي السمكات تلاقيها زفره، وتقولي بتعرفيش هي زفره من ايه، وتلاقي فيها حاجات سودا كده وتبقي قرفانه وانت بتاكليها. اهم من الشغل تظبيط الشغل. احنا نظبط شغلنا عشان الاكل بتاعنا يبقى طعمه حلو وريحته حلوه، واللي ياكل من ايدك يقول لك تسلم ايدك. مسكتها بقى كده، خدتها تحت الحنفيه وظبطتها ولمعتها وظبطت البطن. مفيش اي حاجه في البطن دلوقتي، والعظمه بتاعتنا بقت زي ما انت شايفه كده شفافه خالص ونظيفه، مفيهاش اي حاجه. برضو بقيه الحاجات الحمراء دي حالا هنشيلها بمحلول النقع اللي هنعمله. تعالي بقى قطعها لي عباره عن جزل. هنقطعها جزل جزل او طرنشات بالسكينه. اهم حاجه السكينه تكون عامله زي المنشار اللي هي مشرشره دي. وهتبداي تمشي لي حوالين السمكيه بالشكل ده كده. بص انا ماشيه عامله ازاي، الكلام مش محتاج اي حاجه. قومي ضربه ضربه كده تلاقيها اتكسرت معاكي. اللحمه بتاعتها لونها احمر ازاي، دي كلها زفاره هنشيلها حالا. هنخلي السمكيه بتاعتنا تيجي تاكليها مش هتبطلي ان انت تعملي ايه، يعني هتطلب منك على طول. يعني بعد كده يعني هتعمليها يمكن مره في الشهر من حلاوتها وطعمها الجامد. ما شاء الله عليها تحفه يا جماعه، انا بعشقها. قطعت السمكيه كلها عباره عن جزل كده، وبعد كده على الحوض كده. وبعد كده تحطيها في الميه، وهتبداي الميه ديت هتبداي تغسلي السمكايه مره واثنين وثلاثه واربعه وعشره، لغايه ما الميه بتاعتها تبقى شفافه جدا. اهم حاجه تهزي كده، ما تغسليش بايدك، هزي الحله علشان خاطر اللحمه بتاعتها ناعمه جدا وممكن تتفتفت منك في الميه. حطي بقى ربع كوبايه خل، ربع كوبايه دقيق، عصره ليمونتين ثلاثه، وده محلول نقع هتبيتي فيه السمكايه من بالليل لتاني يوم. يعني يفضل كده قبل ما تنامي زي ما انا عملت كده، هتنقعيها في المحلول ده وشمي لي ريحه الميه. لو حسيت ان الميه ريحتها مش ليمون، حطي عصره ليمونه صغيره كمان او نص ليمونه. انا حطيت ليمونتين صراحه كون كبار كده، نقعتهم فيها. السمكيه دي ما شاء الله كانت 3 كيلو. تمام يا حلوين. ده تاني يوم بقى قمت الصبح كده تقريبا، بدأت فيها على الظهر عشان بتاخد لها ساعة ونص في الفرن كده ولا حاجة، فابدأ فيها بدري. شايفين السمكة لونها فتح معايا ازاي، اللون الأحمر اللي انتوا شايفين الوردي كله طلع في المية زي ما انتوا شايفين كده بالظبط، مش محتاجة كلام. ادي شكل الميه دي كلها زفاره طلعت معايا. هتجيبي لي بقى مصفى وتحتها طبق، وابدأي بعد ما غسلنا السمكه تاني وشطفناها، اهم حاجه ما تقلبيش فيها بايدك، هزي الطبق اللي انت ناقعه فيه السمك بحيث ان اي حاجه لازقه في السمكه، يا حبه دقيق شويه ميه شويه زفاره كله يتشال معاكي، والسمكه ما تتهريش. انا هحط بقى السمكه كده في مصفى بحيث ان انا اصفي اي زفاره او اي ميه باقيه جوه السمكيه. تعالوا بقى نقطع بقى شويه الخضار الحلوين اللي هيطعموا معانا السمكه بتاعتنا النهارده واحنا حاطينها في الصينيه. انا كان معايا طماطميتين ونص، كان حد عامل سندوتش جبنه الصبح فباقي نص طماطمايه، فحلوين قوي طماطميتين ونص كانوا عندي. حطي انت 3 وسط كده. بعد كده قطعت بصلايه، قطعت قرنين شطه وقرنين فلفل على حسب بقى الكميه اللي انت عايزاها.
انا طبعا مش عايزاها كتير لانها يعني مش هياكلوها، انا حطاها للطعم بس، لان انا عندي بياكلوا بطاطس مش هياكلوا الحاجات دي كلها يعني. تمام، فحطيتهم للطعم بس. وطبعا لما قطعت البصلايه حط عليها شويه ملح عشان ريحتها ما تغيرش. جبت 3 بطاطسيات، تعملي واحده، تعملي 2، تعملي 3 زي ما انت عايزه. وبعد بدات غسلتهم تاني، وقطعت البطاطس تكون سمكها تقريبا 1 سنتي او 1 ونص، ما ترفعهاش قوي لان السمكه بتاخد وقت في الفرن عشان البطاطس ما تدوبش معاكي. هاتلي بقى معلقتين كبار من هريسه الفلفل اللي انت حاطاه في الفريزر او فلفل مفروم، وانزلي عليه بمعلقه توم صغيره مفرومه، 4-5 معالق من الخل، عصير ليمونتين 3. وبعد كده هاتيلي ملح وكزبره ناشفه، فلفل اسود، كمون، وربع معلقه من الحبهان، ونص معلقه من البابريكا وكل البهارات قد بعض، نص معلقه صغيره مش مليانه ما عدا الحبهان، ربع معلقه صغيره. بدأت كده اقلب كل الخلطه الجميله بتاعتنا دي، وهناخد منها جزء صغير كده، وهنبدأ شايفين شكله عامل ازاي. طبعا انا هحط حط قيمه ربع كوبايه من الزيت. كده احنا مش هنحط زيت تاني بقى، احنا حطينا الزيت في التتبيله نفسها. تمام، خلي بالك السمكه دي ما فيهاش دهون، السمكه دي خفيفه خالص. تمام، الطعم تحفه. طبعا ظبطي الملح بتاعك. بعد كده هبدأ هاخد بقى بس معلقتين امسك كده حبة احطهم من على التتبيلة ديت، الفلفل والطماطم وهمسك والبصل افرك اللي احنا بيهم حاطينهم، وراعي ان الفلفل انت حطيتي والطماطم شويه ملح والبصل على البصل عشان اللي السمكه احنا بتاعتك حطيناهم ما في تكونش الصينية. حادقه. وهنحط عندي وعندي كرفس كرفس في في الفريزر مش الفريزر عندك، بقطعه كده وهتحطيه، وهو بيدي اخضر، طعم حلو واحطه قوي واطلع حلو منه قوي، وهو متلج ليه كده، حلو قوي احطه الاسماك فين؟ عامة في اللي الاكل هتعمل بتاعي، سواء صواني. شوربه سي فود وبعد سواء كده اسماك، همسك افرك صينيه بوم سمك، البطاطس، سمك وطبعا سنجاري، لون زي ما انت عايزه البطاطس بقى. من لون البابريكا. تمام، تمام، وتبلت دي الميه البطاطس، كلها اللي والبطاطس اللون نزلت من الاحمر ده جاي السمك، من يعني البابريكا. السمك ما شاء طبعا الله السمكه بقى 100 نزلت فل معايا و10، ميه ما غامقه فيهوش زفاره خالص، دي خالص كلها يا ولا في جماعه ميه. زفاره. هبدا كده هاتلي افتح بقى السمكيه السمكيه من شقيها كده من عند من النص، النص كده، وابدأي كانك تبليها لي هتحشيها بقى. بالظبط تبلي سمكيه السمكه صغيره، بالطريقه بس العاديه هنبدا خالص. نفتحها، يعني اعتبري ان كانك قطعه اعتبري ان السمك انت او ماسكه جزله سمكيه صغيره السمك بقى دي دلوقتي، مش اعتبرها ماسكه سمكه قطعه صغيره، سمكه من وتبليها سمك لي من كل كبير. حته، بحيث ان يعني هي لما تيجي مشقها كده تستوي من تشرب النص. من بصوا التتبيله الشكل، الجميله اللي انا احنا مشقها عاملينها هي دي. طريه جدا على تمام يا فكره، حلوين. عشان كده تمام، خليكي حريصه قوي تبلنا انت السمكيه ماسكاها عشان ما بتاعتنا كده من تفتفتش كل منك. حته، انا وهبدا مقربه لكم اتبلها الكاميرا اهو بالتتبيله عشان الجميله اللي احنا خاطر عملناها باريسه الفلفل انا عارفه والثوم ان والبهارات، كل ست خل حاله تقوم والليمون. تجيب السمكيه وهتبداي ديت. تحطي السمكه جوه دي مش اللحم وبره مكلفه خالص اللحم. على فكره. يعني ايه يعني انت ممكن تجيبيها غلفيها لي وتاكليها كده، على كل ده شهرين، هيطعم معايا ممكن تبقى على السمكيه. مرتين، وطبعا كل حاطين شهر زيت على تعملي منها التتبيله. اكله حلوه هاتي لي قوي. بقى يعني كوبايتين ما ميه تشتغلها تقومي مغليين عاملاها. صغيرين، السمكه او دي كانت كوبايه 3 مج كيلو. مج بعد ما الشاي. تبلت خالص وهتبداي حطيت تحطهولي كوبايه من في الميه الجنب كده، المغليه ما عشان بس تحطوش على تساعد السمك، معايا على حطيه من تسويه الجنب عشان البطاطس. احنا عايزين نسوي البطاطس. لان السمكيه مش السمكه دي مش هتنزل هتنزل ميه. ميه. تمام يا فهنحط كده حلوين. الميه اللي هتيجي من الخضار اللي احنا مج ميه قطعناه. مغليه او كوبايتين فهتسوي معانا صغيرين، البطاطس، بس هي كوبايه هتخليها شاي مش مستويه صغيره. قوي، فحطيت لها وهتبداي كوبايه ميه تغطيها لي ساعدها باي معاها. صينيه، وبعد وهتديها كده ربع غطيتها، ساعه كده حطها على 10 دقايق او عين ربع ساعه بس البوتاجاز تبدا عشان تغلي تغلي على معانا عين بسرعه. البوتاجاز. وبعد كده وحطها في دخليها في الفرن فرن اللي انا البوتاجاز. مسخناه جدا اول ما على تبدا تحت تستوي خالص. حطيها في الرف وبعد اللي في ما احس الوسط انها زي ما انا استوت عملت اقوم كده. رافعاها على الرف وابداي اللي في شيلي الوسط، واشغل الغطا اللي الشوايه انت من حطاه فوق ايا بحيث انها كان، لو تاخد هتحطي لون غطا حلو كده المونيوم مفيش اي وجميل. مشكله. عايزه اقول لكم واديها ريحه لون البيت خفيف زي كانت ما انت ريحتها شايفه كده. تحفه. وتعالوا بقى تحفه. شويه ناكل رز الجمال جنبها بقى، والحلاوه رز والطعامه ابيض، رز صياديه، اللي انت تاكليها هتعمليها بعيش. مره يعني وكل تاكليها البيت كده. هيطلبها انا منك اكلتها كده تاني. صراحه من غير حته عيش ومن غير بطاطس رز، بقى مع بطاطس قطعه وحته لحم، السمكه بس. وكلي حاجه احلى مشبعه سمكه في جدا، الدنيا. ومش بتعلي سمكه السكر في لحمها الدم، وردي يا جماعه، وخفيفه والله على ما سمره المعده، خالص ولا وسريعه في غامقه خالص ولا الهضم. فيها ريحه حاجه زفاره تحفه. خالص. القطعه دي قعدنا مع ناكل شويه في البطاطس السمكه دي دول يومين، عايزه اقول مشبعين لكم جدا. ما شاء الله حاجه كده عليها، مش محتاجه مشبعه اي حاجه جدا جنبها جدا خالص. جدا. ما شاء يعني الله قطعه عليها. منها السمكه واحده لونها بس وردي جدا، تشبعك يوم عامله كامل. زي شايفين لون سمك اللحمه التونه عامل بتاع ازاي؟ العلب. دي بس احنا لحمه عاملينه التونه اللي صينيه، احنا كنا وان شاء عاملينها مع الله هبقى بعض اعملها في معاكم تاني البرطمانات قبل كده. بسمك التونه دلوقتي معلبه، عملناها صينيه وانزلها لكم على طعمها القناه هنا. جبار. تمام يا حلوين. تمام. هتعمليها وهتدعي لي. جربوها لو هتعجبكم عجبك جدا. ده كان الفيديو غدا واستفدتي سهل منه وسريع. لو اي عجبكم حاجه، شاركي الوصفه الفيديو مع وعجبكم اصحابك، الفيديو، يا وقولي ريت لي في تشاركوه مع الكومنتات اصحابكم اللي عايزين نعمل بتحبوهم، وصفات ايه وجربوا كمان. اكلات جديده في ودعوه البيت حلوه صحيه كده من وخفيفه قلبكم. الاول ما تشوفي ومغذيه. اشتركي في اسيبكم قناتي. في رعايه سلام الله، متنسوش عليكم. اللايك الحلو. سلام عليكم.